الخيانة، الكلمة اللي مجرد ما بتتقال قلبك بيتقبض. ساعات بنشوفها في الأفلام ونقول لأ مستحيل تحصل لينا، بس الحقيقة إنها بتحصل حوالينا أكتر مما نتخيل. والسؤال ليه ناس ممكن تخون أصلا؟ وهل في علامات بتحذرنا قبل ما تحصل حاجة زي دي؟ والأهم هل العلاقة ممكن ترجع طبيعية تاني بعد الخيانة؟ أول حاجة هنتكلم عليها هو ليه ممكن حد يخون أصلا؟ في أكتر من سبب للخيانة، أولهم الفراغ العاطفي. لما واحد يحس إن شريكه مش سامعه ولا مهتم بيه، المشاعر دي بتتحول لجوع عاطفي، وده أخطر أنواع النقص، لأنه بيخلي أي كلمة لطيفة من بره تبان زي طوق النجاة. وممكن يكون بسبب الملل والروتين. الحب محتاج يتغذى، لكن ساعات الجواز أو العلاقة بتتحول لجدول مكرر، شغل، نوم، والرومانسية بتختفي. ولما الرومانسية تختفي، الإحساس بالملل بيخلي العقل والقلب يدوروا على تجديد حتى لو في الاتجاه الغلط. وممكن يكون بسبب الفضول والإغراء. في ناس مش بيخونوا عشان ناقصهم حاجة، لكن عشان اندفعوا في لحظة، واللحظة دي كانت كفاية تغير كل حاجة. إغراء جديد، كلمة حلوة، اهتمام مختلف. ومع ضعف الإرادة الغلطة بتحصل. أو ممكن يكون بسبب الانتقام. أوقات الخيانة بتبقى مش عن حب، تكون عن غيظ. حد حاسس إنه مش متقدر أو متجرح، فيقرر يرجع كرامته بطريقة مدمرة، بس النتيجة بتبقى خراب العلاقة مش إصلاحها. وممكن يكون بسبب المشاكل الجنسية في العلاقة الحميمة من أساسيات أي جواز. لكن لو في احتياجات مش متلبية أو غياب صراحة في الكلام عنها، الطرف الناقص يبدأ يدور على تعويضه بره. أو ممكن يكون بسبب تأثير المجتمع والصحاب. ممكن يبقى في تطبيع مع الفكرة، ما هو كله بيعمل كده، دي حاجة عادية. التأثير ده يخلي الشخص يتهاون ويعتبر الخيانة مش جريمة كبيرة. ودي شوية علامات لو ظهرت يبقى الشخص ده احتمال يكون بيخون. أول حاجة بيكون فيه اهتمام مفاجئ بالمظهر، يعني مرة واحدة بدأ يهتم باللبس، بالبرفيوم أو الجيم أكتر من العادي. أو تغيير في عادات استخدام الموبايل، زي إنه بيمسك الموبايل في إيده على طول، أو عامل باسورد ومش قايل عليه لحد. أو إن يحصل فتور في العلاقة، يبقى كلام أقل، تواصل أقل علاقة بينهم. فجأة تحس إن في جدار ما بين الطرفين. أو الكذب والتهرب، قصص مش راكبة على بعض، تفاصيل ناقصة، ردود دفاعية طول الوقت. أو تغييرات في الوقت، ساعات شغل زيادة من غير سبب واضح، خروجات مش مبررة، أو رجوع متأخر بشكل متكرر. أو تصرفات مالية غريبة، مصاريف مش مفهومة، هدايا مش معروفة راحت لمين، أو في فلوس تختفي بشكل غريب. أو مثلا فقدان الشفافية، مبقاش يحكي لك يومه زي الأول، أو أي محاولة لسؤاله بتتحول لمشكلة. طيب هل العلامات دي معناها خيانة مؤكدة؟ مش دايما، بس وجود أكتر من علامة مع بعض لازم يخليكي تاخدي بالك. ممكن يكون في ضغط شغل أو مشاكل نفسية أو أي سبب تاني، لكن لما أكتر من علامة تتجمع هنا يبقى لازم وقفة. طيب الحل بيكون إيه؟ أول حاجة المصارحة، يتكلم بصراحة. أوقات الحوار بيكشف إن المشكلة مش خيانة أصلا، بس ممكن يكون نقص في التواصل. ممكن تطلب مساعدة، ممكن استشارة متخصص تساعد الطرفين يفهموا بعض. بس القرار الصعب إن لو الخيانة حصلت فعلا، قرار يرجع لك. في ناس تدي فرصة تانية، في ناس شايفة الخيانة خط أحمر. طيب هو في علاقة ممكن تعيش بعد الخيانة؟ بس محتاج جهد فوق العادي وصراحة من غير خوف. لو في اعتراف صادق وندم حقيقي ومحاولات إصلاح، ساعات العلاقة تستحق فرصة تانية. بس الحقيقة إن الثقة لما بتتكسر محتاجة وقت طويل جدا عشان ترجع زي ما كانت. في الآخر الخيانة مش بتيجي فجأة، دي بتبدأ من ثغرات صغيرة زي إهمال، عدم تفاهم، أو أسرار ما اتقالتش. العلاقات اللي بتتبني على حب واحترام، كلام صريح، فرص الخيانة فيها بتقل بشكل كبير. وأخيرا الخيانة مش بس جرح للطرف التاني، دي كمان جرح للنفس وللكرامة.